تحديث خرافي من تطبيق جروك هتقدر من خلاله تعمل صور وفيديوهات وبعدد غير محدود. ميزة جديدة موجودة في تطبيق جروك دلوقتي ان انت تقدر تعمل فيديوهات زي فيو 3 بالظبط. ده غير كمان ميزة ان انت تكتب له وصف لأي صورة انت عايزه، وحرفيا بيطلع لك الصور بجودة عالية جدا وبعدد كتير جدا. كمل معايا بقية الفيديو هعرفك اكتر عن التحديث الجديد اللي نزل. كل اللي عليك تعمله دلوقتي ان انت هتروح على جوجل بلاي وتكتب جروك، ولو البرنامج عندك هتعمله تحديث. تمام، يعني اتأكد ان انت عامله تحديث. هنفتح البرنامج. بعد لما نفتح البرنامج هنروح على جملة اللي هي تخيل اللي موجودة فوق دي اللي مكتوب عندها مجاني. هنضغط عليها. اول لما نضغط عليها هيطلع لنا عدد صور كتير جدا. طبعا اي صورة بتعجبنا نقدر ان احنا نحملها عادي، مفيش اي مشكلة. لكن مش ده اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. اللي انا هتكلم عليه اللي هي الخانة اللي تحت. الخانة دي ان انا مثلا لو اي صورة انا عايزها او اي وصف الصورة سواء بالعربي اكتب الوصف بالعربي او بالانجليزي فالبرنامج هيفهم عادي. هنا انا بقول له اعمل لي صورة لاسد بياكل مكرونة في الاهرامات. تمام. فهنا طبعا طلع لي عدد صور كتير جدا. انا بس عايز اوريك يعني جودة الصور عاملة ازاي. ده غير كمان ان هو زي ما انا قلت لك بيطلع لك عدد صور كتير جدا. طيب لو انا دلوقتي مثلا هختار صورة حابب ان انا مثلا احملها. كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هضغط على الصورة. طبعا هوريك بس الجودة، يعني انت شايف جودة الصورة مش مجرد يعني جودة حرفيا عالية جدا ومن غير اي علامات مائية. من عن طريق العلامة دي بقدر ان انا احمل الصورة. في جملة انشاء فيديو، انشاء فيديو دي لو انا عايز ان انا احول الصورة دي لفيديو. تمام، هوريك الفيديو دلوقتي. طبعا زي ما انت شايف الفيديو معمول كأنه زي فيو 3 بالظبط، بشكل احترافي جدا جدا. طيب هنروح دلوقتي على حاجة تانية، هي العلامة اللي هي موجودة تحت دي. تمام، اللي هي العلامة اللي بتكون موجودة تحت دي. العلامة دي عن طريقها ان احنا بنحول اي صورة موجودة عندنا على الجهاز، مش مجرد صورة في البرنامج، لمجرد من صورة لفيديو. تمام. طيب انا دلوقتي هختار اي صورة من الجهاز. اخترت مثلا الصورة دي ودلوقتي هحولها الفيديو. طبعا نقدر عن طريق جملة الإعادة دي إن احنا نعمل فيديو تاني. أنا دخلت على جملة الإعادة وبعد كده هضغط على مرح إن أنا أخلي الفيديو يعني بشكل مضحك. تمام، يعني أنت تقدر تعمل أكتر من فيديو بأكتر من أسلوب مختلف مش أسلوب واحد. تمام. طبعا أنا هوريك دلوقتي الفيديو التاني. ده طبعا أول فيديو، هوريك دلوقتي الفيديو التاني. طيب تعال نجرب مثلا صورة تانية برضو من الموجودة عندي على الجهاز. هختار مثلا الصورة دي. تمام، وبعد كده إنشاء فيديو. حابب بس اوضح لك ان الفيديو اللي انت بتنزله بينزل من غير اي علامات مائية. تمام، الحق بس استخدم الميزة دي قبل ما تكون مدفوعة، هي دلوقتي مجانية فالحق ان انت استخدمها. بس كده كانت فكرة فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو متنساش انك انت تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو، ولو عندك اي سؤال سيبولي تحت في الكومنتات. سلام.